ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل عدس بالشعريه وعليه طشه الثوم بالسمنه البلدي بتكات وحرقش المهاجر. هنجيب حله على النار فيها نص كيلو عدس اصفر مغسول وعليه بصل وعليه طماطم وعليه توابل وعليه جزر، وهنضيف عليه نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون ونص معلقه بابريكا معلقه ملح مكعب مرقه شطه نص معلقه بابريكا معلقه صوص طماطم. وبعد كده هنسوي العدس ونضربه في الخلاط ونضيفه في الحله ونعمل له طشه توم رائعه بالسمنه البلدي. نجيب طاسه على النار فيها سمنه ونضيف توم مفروم ويتحمر وياخد لون الدهبي بعد العدس ما ضربناش الخلاط واستوى، وضربناش الخلاط. وبكده هنضيف عليه الطشه اللي هي بالثوم، اللي هي عبارة عن توم مفروم، اهي توم مفروم وسمنة بلدي ويتحمر ياخد الدهب على النار. ونبدأ ايه نضيفه على العدس. ريحته رائعة وشكله رائع وجميل جدا وفي منتهى الجمال اهو. وقلبناه وريحته خطيرة، جربوه ان شاء الله يعجبكم. جميل جدا ورائع وريحته جميلة وشكله جميل وفي منتهى الجمال. هنبدأ نغرفه في الطبق على المائدة اهوت. نحمر شعرية ونضيفها معاه تستوي معاه قبل ما نضرب شوية الخلاط. وبعد ما ضربنا الخلاط ضفنا عليها واستوى وضربنا الخلاط، هنضيف عليه الطشه الرائعه الجميله ديت اللي هي توم وسمنه اتحمروا وخدوا اللون الذهبي في الطاسه اللي على النار. وبعد كده ايه هنبدا نغرفه في الطبق عشان نطلعه المائده. ممكن ناكله بعيش محمر. نجيب عيش نقطعه ونحمره في السمنه على الزيت او في الشوايه ونبدا ناكل به العدس الجميل دوت اللي هو على طشه الثوم بالسمنه البلدي. وهنطلع الطبق على المائده. وبكده خلصت حلقه اليوم بتكات وحركات الشيف ام هاجر. وقبل ما اقول لكم مع السلامه وقبل ما اقول لكم شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، ربنا يسعدكم ويجبر بخاطركم. لو تكرمتوا مش تنسوا تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في قناه ام هاجر على قناه مصريه، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع ام هاجر ومطبخ ام هاجر. اكلات مصريه جميله ولذيذه ورائعه وسهله ومقاديرها متوفره في كل بيت. تحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم واقول لكم مع السلامه.